السلام السلام عليكم. عليكم. حياكم الله سيادة الرئيس، حياك الله شيخ. الله يحفظكم، كيف حالكم ان شاء حياك الله الله؟ يا حبيبي. مشتهينكم معنا والله، الله يجزيكم الخير ويكرمكم ان شاء الله الله، يتقبل منكم. يطعمكم ما طعمنا ان شاء الله. الحجاج بخير، نحن في مكة الله يرزقكم زيارتها، وموجودين الان بدي يروحوا لعمرة ان شاء الله، كانوا عم يجهزوا حالهم، فهي الشباب معاكم، تفضلوا. تفضل. السلام عليكم. كيف حالك سيادة الرئيس؟ قبل الله الله طاعتكم، يسلمك. الله يجزيكم خير، ما قصرتم معنا، الله يبارك فيكم يا رب. الحمد لله الله الأمور يتقبل كانت طاعتكم. ميسرة من إدلب إلى الفندق، والأخوة بالسعودية الحمد لله مشونا أمورنا بشكل جيد. الله يحفظكم وتقبل منكم. الله تفضل. يجزيك خير. هاي الشباب هون مصابين الحرب، الله يجزيهم عنا كل خير. السلام عليكم، تحياتي السلام ورحمة فخامة الرئيس، محبوب الجماهير والشعوب كلها. ما الله نسيناك يسلمك. أبدا من دعواتنا عند رؤية الكعبة، أبدا أبدا. الحمد لله وصلنا، هذا أهم شيء. الحمد لله رب العالمين. هيدي بدون وصية والله، من كل قلوب، ما حدا سألنا إلا دعينا وكترنا. الله سبحانه وتعالى يعطيك القوة وطولة العمر إن شاء الله. وأقول سيدي الرئيس، سعادتنا في هذه المنحة والله أنستنا ألم السنين وألم الجراح، والله سبحانه وتعالى هيك يعطيك القوة وطولة العمر، وتستمرنا بهالمنحة لأصحاب التضحية والفداء. بارك الله فيك. تستاهلوا عيوننا أنتم، تستاهلوا عيوننا. حبيبنا ربي يكرمك ويسعدك دنيا وآخرة إن شاء الله. لم ننساكم من الدعاء في ظهر الغيب. أنتم تستاهلوا مي العين أنتم. الله يعني يحفظكم. هذا أقل ما نقدمه لكم. الله يحفظكم ويجزيكم عنا كل خير. تضحياتكم مو راح نردها بمنحة حج، راح نردها بإعمار بلد وأمن إن شاء الله لكل الناس، ورزق إن شاء الله لكل الناس بإذن الله. بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم الحكمة. آمين. السلام عليكم سيادة الرئيس. أنا معاون إداري مع أصحاب الهمم، بنحب نشكرك. طبعا نحن كشعب سوري كان الحج بالنسبة لنا هو حلم بسبب صعوبة الوصول إليه. يعني وقت كنا نسمع رئيس أو قائد أو أمير أنه عطى منحة له عمرة لأحد أفراد شعبه، كنا نشعر يعني بالسعادة. بقى كيف أنتم قدمتوا منحة لمئات من أصحاب الهمم وذوي الشهداء؟ يعني نسأل الله لك دوام الصحة والعافية، وأن تنصر وترزق تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم فإنكم تنصرون وترزقون بضعفائكم. الله أكبر. الله يسلمك. السلام عليكم. دير بالك على الجماعة اللي معك. والله على الراس. الله يبارك فيكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رامز جمال الكردي، إداري بملف الحج. طبعا والله اللي صار معنا الحمد لله، نحن وجايين من مطار جدة، طلع الأمن السعودي على الباص. أول شيء شال السوريين باس الجواز، قال هذا الجواز ينباس وينحط على الراس. يعني سبحان الله، هاي كلمتك اللي حكيتها انه رح نزت هيك الجواز السوري باذن الله يكون له قيمه وله قيمته. هدول اهلنا بالسعوديه، هدول جزء منا. الحمد لله لمسنا كلامك انه له وزنته صار الجواز السوري. الله يجزيكم الخير عنا. في هون عندنا الحجات كمان هون. السلام عليكم أخونا وسيادة الرئيس أحمد الشرع. نحن كتير أول مرة بنحس بالفخر الصراحة كوننا سوريين جايين على الحج، والأمور كلها ميسرة، بس يعني سعادتنا يعني كتير فخورين إن إحنا سوريين، حاسين بقيمتنا الصراحة بعد كل هالمعاناة اللي عانيناها. والله ينصرك ويقويك يا رب بجاه حبيب المحمد. كتير عم ندعي لك من قلبنا أن نحسك مننا وفينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفك رئيس؟ الله يجزيك الخير ويبارك فيك. الحمد لله كنا نحلم حلم بجاية الحج. بارك الله فيك. الله يجزيك الخير ويبارك فيك يا رب. عندنا كمان مشارك الشيخ هون. السلام عليكم دكتور. حالكم سيادة الرئيس؟ حياكم دكتور. حياك الله سيدنا. تحياتنا لشيخنا الشيخ أبو محمد، حياكم الله. الله يجزيكم خير. والله يعني المشاعر سبحان الله يعني فوق التصور، والله يجزيكم خير. أنا عضو البعثة الدينية هنا في البرج، وزوجتي أم محمد أم شهيد، وجاءت بفضل الله ثم بفضلكم بيعرف شيخنا الشيخ محمد. الله يتقبل منكم، يجزيكم خير. الله يحفظكم إن شاء الله بدعوات هؤلاء، يعني هؤلاء الأبرار، هؤلاء المضحين،
إن شاء الله ستنتصر سوريا وستكونون إن شاء الله أنتم على رأس هرم النصر إن شاء الله، وهم تنصرون وترزقون سيد الرئيس، شوف الحجاج فوق كلاتهم ما شاء الله. السلام عليكم. نسمع الآن كلمة منكم سيادة الرئيس للحجاج عموما. نسمع كلمة السيد الرئيس للشيخ للحجاج عموما. أول شيء الله يتقبل منكم جميعا، ولحظات جميلة يستغلوها بالعبادة بشكل كامل، وكونوا أفضل رسل لسوريا. نحن وإخواننا بالسعودية شعب واحد ببلدين. فأرجو أنه ما يظهر منكم إلا كل خير لأهلنا بالسعودية، ما قصروا معنا أبدا. ولا تنسوا إخوانكم الموجودين في سوريا، ادعوا لهم، للناس اللاجئين والنازحين، ادعوا لهم للعودة إلى بلدهم، ادعوا لهم ليستعيدوا كرامتهم كمان، وادعوا لهالبلد. هي البلد مريضة بحاجة إلى دعوات كثيرة حتى يعني تقوم على أقدامها. أسأل الله يتقبل منكم جميعا، وأسأل الله يحفظكم، ونحن إن شاء الله خدم لكم. يعني إن شاء الله ما نحاول نبذل جهدنا حتى تكونوا مرتاحين وتكونوا بأفضل حال. يعني سيد الرئيس، نحن كنا جينا أكثر مرة بحكم عملنا في الحج. الآن اللي لمسناه هو ما شاء الله اختلاف قيمة الإنسان السوري. نعزينا بفضل الله عز وجل ثم جهودكم، نعز الإنسان السوري، زادت قيمة الجواز. الله يجزيكم الخير شيخنا ويجبر خاطركم انتم. في الشيخ عبد الرحيم بده يحكي معكم كمان. يلا حيا الله الشيخ محمد. الله يحفظكم يا رب. اهلا وسهلا. الله يحفظكم يا رب. الله يكرمكم. تفضل. الله يسلمكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياكم الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نسأل الله عز وجل يتقبل منكم. آمين. الله يعيننا ويعينكم على ما فيه رضاه سبحانه وتعالى. أنا أؤكد على ما ذكره السيد الرئيس، استغلال هذه الأيام المباركة بالدعاء والذكر والتكبير والتهليل والتلبية، ولا تنسونا من صالح دعائكم. ونحن يعني خصوصا الأخوة المصابين والأخوة من ذوي الشهداء، نحن ما وصلنا إلى هذا المكان وما جلسنا في هذا المكان إلا بفضل تضحياتكم، وهذا إن شاء الله يعني دين في رقابنا وفوق رؤوسنا تابعه. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يتقبل منكم، أن يعيدكم سالمين غانمين بالأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا. آمين. نسأل الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما عم نسوي ولا شغله شيخنا. استغلوه بالعبادة والطاعة. ما عم نسوي ولا شغله والله. بلا مشاكل، ما بدنا مشاكل. من مكة المكرم يسأل الله عز وجل أن يحرم هذه الوجوه على النار. أنا فخور جدا بالسيد الرئيس، ونتمنى له كل الخير، وأن نكون عونا للجميع إن شاء الله. بإذن الله يسلمك ويحفظك يا سيادة الرئيس. غالية علينا، نحن خدم لكم إن شاء الله. الله يسلمك ويحفظك. الله يبارك فيك. تاج على راسنا والله. تاج على راسنا سيادة الرئيس. تاج على راسنا. تاج. تسلموا. الله يسلمك. عزيز الإسلام. الحمد لله. الله يسلمك. يلا في أمان الله. في أمان الله. شكرا لك. الله يحفظكم. شكرا كثير. مع السلامة. الله يحفظكم. حياكم الله.